السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مطبخ رشيدة حازم. غنشارك معكم اليوم واحد الاقتراح للغداء: الدجاج محمر في الفران، اللي غندير ليه واحد التتبيله سحريه، واحد التتبيله خطيره. الا جربتوها اكيد من اللذه ديالها غتولي هي المعتمده عندكم. اللي غندير ليه التتبيله كندخلوا الفران مره واحده وكنتهناو، كيجي واحد الدجاج فتي وكيجي الليد واحد البنه ما نعاودش لكم. وغنشارك معكم الروز بالخضار اللي غنديروه بنفس التتبيله ديال الدجاج، واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. اذا نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك ولا اشتراك في القناه. بسم الله على بركه الله. غنبداو بالتتبيله اللي غنديروها للدجاج وغناخذوا منها شويه غنديروه في الروز. عندي واحد ملعقه كبيره ديال ياغورت طبيعي او دانون مسوس، ملعقه صغيره ديال المطارد او الخردل، 4 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، ملعقه صغيره ديال السمن. الا ما كيعجبناش السمن نستبدلوها بملعقه صغيره ديال الزبده، ملعقه كبيره توابل الدجاج متوفره عند محل بيع التوابل، ملعقه صغيره ديال الهريسه، 3 ديال المعالق كبار ديال عصير الحامض او خل الحامض. الا ما كانش متوفر عصير الحامض نستبدلوه بخل ديال الحامض، 3 المعالق كبار من زيت الزيتون من الاحسن. الا ما متوفرش نديرو زيت المائده. اذا هذه هي التتبيله ديالنا. ما كنضيفوش الملح لان عندي السمن مالح، عندي المطارد مالح، عندي الهريسه مالحه، الدجاج مغسول مزيان بالملحه. اذا ما نديروش الملحه الا في حاله ما درناش السمن وما درناش الهريسه، نقدروا نديروا شويه ديال الملحه. عندي قطع الدجاج، طبعا الكميه اللي كتبقى على حسب الافراد. الدجاج اللي غسلته مزيان بالماء، من بعد غسلته بالملحه وبالحامض، شللته وسقطرته. الدجاج ما نجيبوش في نفس النهار يكون جديد، ما غاديش يطيب لينا، ضروري يكون الدجاج يبقى في الثلاجه ليله كامله. ولا قدرنا نديروا ليه هاد التتبيله في الليل يكون احسن. كل ما بقى في التتبيله كل ما كيجي لذيذ. اذا كيفاشوا معايا الدجاج مغسول مزيان باش يعطينا واحد النتيجه اللي مزيانه. كنفلحو هكا باش من بعد تدخل ليه التتبيله لداخل. حيدت واحد الطبسيل اللي درت فيه 3 ديال المعالق ديال التتبيله اللي غندير بها الروز، غنحطو على جنب. وكنضيف الكميه ديال التتبيله على الدجاج. كندير تتبيله الدجاج واحد الشكل اللي هو جيد. كيف ما قلت لكم الدجاج كل ما بقى في التتبيله كل ما احسن. الا قدرنا نديروا ليه التتبيله هذه هكا ونغطوا بالسلوفان، نحطوه في الثلاجه غير لتحت ونخلوه ليله كامله. وفي الصباح نديرو بابي كويسون، بابي الومنيوم، كندخلوه الفران وكنتهناو. درت تتبيله الدجاج، نغطي بالسلوفان وغادي نخليه اقل حاجه واحد الساعه على جنب. خديت الطاوه ديال الفران اللي غادي ندير ليها بابي الومنيوم هو الاول، من بعد غادي ندير بابي كويسون. في هذه الاثناء شعلت الفران على 180 درجه. غيطيب هذا الفران لتحت والفوق. بالنسبه للفران ديال الضوء على 180 درجه كنشعلوا الفرفاره لمده ديال ساعه ونص. اذا خديت دوك الطريفات ديال الدجاج اللي درتهم درت بابي الومنيوم كمشتو معايا ودرت بابي كويسون، وكنغلف الدجاج ديالي مزيان لانه كيطيب غير في داك البخار. غنحطوه في الفرن يطيب وندوزو نحضروا مع بعضياتنا سلطه ديال الرز. عندي كاس ديال الروز الحبه الطويله او الروز كلاصي اللي غادا نغسلو ونحطو في الكاسرونه، وكنضيف عليه ديك التتبيله 3 معالق كبار ديال تتبيله الدجاج. كيعطي واحد المذاق ما نعاودش لكم، ما ضروش شحال كيجي بنين، غير جربوه راه غادي يعجبكم. بالنسبه للكاس ديال الروز كنضيفوا عليه 2 كيسان ديال الماء. ضفت هذيك التتبيله اللي شفتوا معايا، التتبيله لانها فيها السمن وفيها المطار ما غاديش نضيفوا الملحه. من بعد نذوقوا، الا لقينا خاص شويه ديال الملح نضيف واحد الكميه بسيطه ديال الملح. كنديروا على نار هادئه لمده ديال 10 ديال الدقائق. اذا من بعد 10 ديال الدقائق بعد ما طاب لي الروز كنديروا في هذا الاناء. عندي واحد الحبه ديال البطاطس اللي قطعتها مربعات صغيره وقليتها، وعندي واحد الحبه ديال الكورجيت او ديال القرعه الخضراء اللي حتى هي قطعتها مربعات صغيره وقليتها.
وعندي واحد الحبه ديال الباذنجان اللي حتى هي قطعتها مربعات صغيره وقليتهم. نقدروا ما نقولوش هاد الخضار، نقطعوهم مربعات صغيره. ناخذوا طاوه نفرشوا لا بابي كويسون، نحطوا الخضار، ندير واحد شويه ديال الزويته وشويه مليحه وندخلهم الفران. كيبقى لكم الاختيار. بعد ما درت الروز ودرت داك الخضار المقليه، ضفت عليهم ملعقه كبيره ديال القزم المعدنوس وشويه مليحه، وكنخلط المكونات. وها السلطه ديال الروز بالخضار عندنا موجوده. بالنسبه لهاد السلطه راه كتجي لذيذه بزاف، والسر ديال ديك التتبيله اللي كنا درناها مع الروز كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. غير جربوها راه غادا تعجبكم. كنحطوا الروز والخضار على جنب، وكنشوفوا الدجاج ديالنا بعد ساعه ونص اللي درتو على درجه الحراره 180. نشوف الدجاج ديالي واش طاب ولا مازال. اذا بعد ما طاب الدجاج كناخذ داك المرق، كنسقي بدوك الطريفات ديال الدجاج باش يزداد لذه على لذه. خديت واحد الملعقه ديال الزبده وملعقه ديال الهريسه، هما باش كندهن الدجاج وغنرجعو يتحمر. اذا بعد ما خرجت الدجاج من الفران بعد ما تحمر، كيجي واحد الدجاج لذيذ وكيجي فتي وما شاء الله واحد الريحه ديال اللذه ديال الدجاج. الا جربتوه اكيد غتعرفوني علاش كنهضر. اذا بعد ما حمرنا الطريفات ديال الدجاج، بعد ما طيبنا الروز، طريقه التقديم اللي مبسطه. خديت الروز هو الاول اللي كنديرو في الصحن هكا في صحن التقديم، وكندير فوق منه هذوك الطريفات ديال الدجاج على هذا الشكل. داك المرق اللي كنبقى ليا في الطاوه كنسقي به الدجاج هكا من الفوق. درت واحد الطريفات ديال الحامض، واحد الزيتونه هكا في الجناب، وغادا نزين الطبق ديالي واحد دوائر ديال الطماطم على هذا الشكل ودوائر ديال الخيار، وتناولوه بالصحه والراحه. اذا هذه هي الوصفه ديال اليوم، دجاج محمر في الفران مع واحد التتبيله. ما نعاودش لكم، تتبيله سحريه. الا جربتوها راه غادي تعجبكم واكيد غادي تعتمدوها، وبنفس التتبيله اللي درنا بها الروز بالخضر. وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشجعوني بلايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. شكرا لحسن المتابعه، شكرا لتعليقاتكم الزوينه اللي كتخلوا لي اللي كتحفزني. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.